لو انت اتبدلت ما بين راجل وست هتفرق قوي. اتكل على الله يا عم بقى، يا عم بقى مش ناقص قرف بقى. اصل انت فيك ملامح من نفوسه، تصدق؟ بص كده. يلا يا عم اتكل على الله يا عم، مش بايعيني يا عم. افهم يا عم. لا خلاص والله. احلى مسا على الناس اللي بتحب الحوارات. رجعنا لكم النهارده بحوار جديد. طبعا النهارده يا جماعه احنا في مكتبه الشبري بنصور حلقه كامله، قعدنا سبت واثنين وخميس الساعه 9 بالظبط ومن غير حوارات كتير. ما تنساش بقى يا صاحبي تقدرنا بلايك، اشتراك في القناه لو انت متابع جديد، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. ومن غير حوارات كتير يلا بينا نشوف الفيديو. بلدي طنطا وانا احب اعيش اونطه، يبعت لنا زبون مقرف. تقول حاجه يا صاحبي؟ لا تقول حاجه؟ لا يا صاحبي ولا يهمك، اتفضل شوف انت عايز ايه. تمام بص تعالى ما افهمك حاجه. عندنا كتاب هنا، تمام؟ الكتاب ده بيعبر عن الراجل لو اتقلب لخنثى بيبقى ايه الاشكال بتاعه. تمام احنا عارفين ناخد ايه يا صاحبي؟ طيب ماشي انا بديك معلومه عن المكتبه. احنا في مكتبه أيوة. كبيره شامله كل حاجه. الكتاب ده بيعرفك لو الراجل اتقلب وتحول الى انثى ايه الاعضاء الجسديه التي تتوافق مع هذا الجسم محمد علاء. بص حضرتك لو انت اتبدلت ما بين راجل وست هتفرق قوي. مين؟ هتفرق جامد يا عم. قلت له يا صاحبي بقول لك لو انت حبيت تقلب الكتاب ده بيعرفك يعني. حبيت تقلب قبل كده؟ من يعني انت حبيت تقلب قبل كده؟ ايه؟ ولا ايه؟ انا ما جربتش ان انا انقل خالص. خلاص اسكت بقى وقت خالص. افهمك يا عم ما تفهمنيش، انا فاهم نفسي. لو حابب تقلب بنت هقول لك ان في. يا عم شوف كلامك يا عم. يا عم حاضر انت بتزعل مع نفسك بقى يا عم. انت بتستقوى عليا ليه؟ طيب يا عم استوى عليك في ايه؟ طيب افهمك. شوف انت بتقول يا صاحبي بعد كده. ماشي طب افهمك. طب ده دقيقه بس يا عم ماشي. وبعدين انت عايز تجيب كتاب ايه بالظبط؟ انا عارف انا هجيب ايه، مالكش دعوه. انا شغال هنا يا عم وخلاص. انا شغال هنا ماشي انا هجيب اللي انا عارفه. انا عارف انا هجيب ايه، انت مالك انت؟ بلدي طن. بص الكتاب ده يا عم افهم يا عم افهم يا عم. ما تخلكش كده يا عم، ما تخلكش نرجسي كده. يا عم انت اوعى كلامك يابا، اوعى كلامك يا عم. ما تخلكش منا يا عم، ما تخلكش متذمم كده ومتعصب برضك. ما تفهم الاول. تمام يا عم الكتاب ده قدامك يا عم، مش ابن جاموسه ولا فهم دي يا عم يا عم. طيب ماشي كلامك يابا، كلام بقى منك يا عم. افهم يا عم. لا يا عم ما تزعلنيش يا عم. الفكره صعب اللي انت بتعمله ده عيب والله. احنا في مكان اكل عيش. طب ماشي يا صاحبي ماشي. احنا في مكان اكل عيب انك تزقني كده على حاجه فضل الحاجه وقعت. انا بتكلم معاك يا عم. طيب ماشي يا عم اتكلم معايا بالراحه. ماشي يا صاحبي سيبني بقى، انا عارف انا هجيب ايه وانت حاسبني على كده. يعني كتاب الخنثى ده مش جاي معاك؟ لا هيجي معاك انت، مش هيجي معايا. خلاص يا عم شوف انت عايز ايه يا عم وبراحتك. زباين عايز 10 اقلام على وشها. يا عم الكلام افهم خلاص افهم. ولا زباين يا عم مالك يا عم؟ خلاص يا عم شوف اللي انت عايزه. شوف انت عايزه. بقى كتير زعبه واقف خالص. عندنا العاب اطفال هنا تناسب حضرتك قوي. تمام عندنا ميكي ماوس، عندنا رسم اطفال، عندنا لعبه السحلفه. لعبه السحلفه ديت حضرتك بتقدم كل الميز. تمام اول ميزه افك متعصب. حميد جديد عليك والله. حميد جديد عليك والله. خلاص والله حميد جديد عليك. خلاص حقك عليا خالص بابا اقفل خالص. بو ايه؟ اقفله خالص؟ طب يا عم بصور والله. جديد عليك. افهم خلاص بهزر. قد ايه يا عم؟ بتصور ولا بتاع؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بصور والله بصور. طب بص انا بهزر معاك. طب بص يا عم هو اللي بهزر معاك يا صاحبي، هو اللي الكلام اللي بقع منك ده هو اللي بهزر معاك. طب بص والله العظيم انا بصور معاك فكره برانك في المكايد. تعالى بس كده يعني انت يرضيك يعني بعد كل اللي عملته تقول لي برانك في الاخر يا صاحبي؟ انت بهدلتني. انا بهدلتك يا عم. حقك عليا والله العظيم. زعلان مني والله يا صاحبي. زقتني زقتين ثلاثه موتوني. بس والله ما تبقاش زعلان. لا احنا اللي اسفين والله، احنا اللي بنبدا بالغلط. فانت بص كتر خيرك وانا اسف. وشوف انت محتاج ايه من المكتبه وانا هنادي لك محمد دوت. شوف انت محتاج ايه ومعلش. عادي بقى الحاله ده ولا مسح لك كل اللي حصل؟ عادي يعني اخوي. الكتاب ده حلاوته اللي هو بتاع خمسه. الهرم في شارع الهرم. السلام عليكم. وشه غبي قوي صاحبي مصر هي امي نيلها هو دمي. شايفني؟ ثانية واحدة يا صاحبي بقرأ. عارف قصة شقة الهرم يا صاحبي؟ عايز بلطو. عارف شقة الهرم ده؟ تعالى بس اقول لك حاجة. يا عم عايز بلطو. عارف شقة الهرم ده؟ بقول لك عايز بلطو. شقة هرم اخر ايه؟ وريني كده. طب بقول لك عايز بلطو. عايز انت. عايز مين يا صاحبي؟ عايز بلطو. عندك بلطو ولا؟ والله هو كان في اخر واحد عندنا كان حريمي بس كان لونه بصلي. وبعته من شويه. جربوا عليك كده نشوف الحريمي ده. مش مقاسك ده صح؟ شوف لك حاجه مقاسك. شوفني. انت بتلبس 2 اكس؟ لا اكس.
ما عندناش يا صاحبي. ما عندكش؟ امال ده ايه؟ ايه؟ في ايه؟ دي ايه اللي قدامك ده؟ اتكل على الله يا عم بقى، يا عم بقى مش ناقص قرف بقى، انا مش فاضي بقى. بتجيب له بلطو؟ بقرا هنا قصه شقه الهرم هنا، انت عارف يعني مان لو وين شقه الهرم يا عم انت عبيط. عارف شقه الهرم ديت يا عم؟ اقول لك حاجه بس سر يا عم مش عايز اعرف. كانوا فاتحين الشقه دي ظهرها فوق. يا عم بقول لك كل يوم الاقي الست ديت نازله. يا عم اقول لك عايز بلطو. بص عليها كده عامله ازاي فاتحه بقها. يا عم فاتحه ولا بتاع. اتكل بقى على الله يا عم، ما عندناش يا عم، ما بنبيعش يا عم، الكتاب يا عم بتاع ناس. عايز بلطو يا عم. اللي انت عملته ده يا صاحبي ماشي يا عم زفت يا عم. قلت لك كان اخر واحد حريمي وبعته. يا عم حريمي ما تلبس انت وريني كده. كان اخر واحد حريمي يا صاحبي. ما تلبس يا بص كده. عبيط يا اسطى. بترمي يا عم الشغل على الارض يا عم. منك حاجه يا عم. خد يا صاحبي اقول لك. طب اقول لك تعالى اقف هنا، تعالى اقف هنا هنقرا القصه سوا. تعالى هنا يا صاحبي بقول لك. بس الحريمي على مقاسك يا عم تعالى هنا بقول لك. يا عم تعالى خد. تعالى يا صاحبي والله تعالى بس. والله بصور معاك يا عم. بصور معاك يا عم. بصور معاك يا عم. ماشي يا عم تصور ايه؟ شكلك مش عاجبني كده اصلا. انت اللي شكلك حلو قوي. احنا بنصور معاك مقلب. بت والله يا عم بصور يعني معاك مكتبه جاي مكتب تقول لي مقلب. والله بصور معاك مقلب. شاور له بقى شاور له. فين ده؟ شاور له اهو الكاميرا اهي. اهي. ما تزعلش بقى من اللي حصل، لو في اي مشكله الغي لك كل اللي حصل ده. يا عم ولا يهمك. مصريه يا امي. يا غالي عايز مقلم يا غالي، ما تعرفش تاني. وفي حد بيصحي كده يا عم؟ بسم الله. صحيني كمان نص ساعه والنبي يا صاحبي. هو في يا جدعان احنا مش هنعرف ننام في السنه ديت؟ في يا عم في حد بيصحي حد كده يا عم؟ اهدى بس اهدى. صاحب المكتبه مشغلني هنا بقالي انا بس مقلم، انا مش الكتب دي كلها كانت نازله على الارض ولسه رافعها النهارده. اسمع بس شوف لنا مقلم عشان نتكل على الله. اهدى بس. استغفر الله العظيم يا رب. اهدى. لو مش معايا من البيت عشان عارف اللي انا هطبق هنا. صاحب المكان هنا مشقيني، كل يوم يشوفني في الكاميرات عمال اتنطط له هنا وهنا ويجي يزعق لي. انا مالي انا يا عم؟ مزعلك ولا مش مزعلك؟ انا داخل اشتري حاجه طول الليل نايم ومش عارف بيزعق لي وبتنطط. ما في يا عم ما تمشيني واهدى على نفسك كده ما تزعقش. انت شايفني بتنطط يعني يا صاحبي؟ هو يقول لي اهدى وانت تقول لي اهدى. يا عم انا ماليش دعوه، اهدى على نفسك ما تزعقش. الوقت انا جاي اشتري حاجه. اصل انا كنت هنا اول امبارح كان قايل لي ايه امسح البلاط، فانا كنت بمسح البلاط البت سعديه رنت عليا، فالمهم ايه وانا بمسح البلاط وكده قال رنت عليا قالت لي انت فين؟ انت اتاخرت ليه كده؟ قلت لها اصل انا في المكان وصاحب المكان مشقيني ومجددني معاه ومطلع عينيا. اصل هنا بص يا صاحبي هنا في نظام، انا هنا بسكت المكان، انا هنا حلويت المكان. انت عارف بره كده لو خرجت من باب الدكان ده انت عارف ايه اللي بيحصل؟ اصل ده اصلا كان مفتوح دكان حلاقه، كان هنا كان في حلاقين هنا وكان في 12 كرسي هنا. صوفيا خد بالك وان انت بتعمل ده غلط. انا انام شويه وصحيني. اللي انت بتعمله ده غلط. اصل انت شكل نفوسه. بس انت عارف ونفوسه قالت لي نفوسه قالت لي مكان اكل عيش ما تبيعش. يا عم اسمع كلام انا بقول لك. نفوسه قالت لي ما تبيعش لحد شكلي. انت عقلك بوجعك. عارف اللي انت بتعمله ده فوق بس مصلحتك. انا اسف يا غالي انا اسف. شوف انت عايز ايه؟ والله مطبق بقالي يومين معلش اعذرني لازم تعذرني معلش. بس انا بص والله مطبق وصاحب المكان يا عم يا دي النيل يا عم خلاص بقى. والله العظيم 3 صاحب المكان مشقين وكل يوم يقول لي روح يلا يا عم اتكل على الله يا عم مش بايعيني يا عم. في يا صاحبي في يا صاحبي في يا صاحب الغباء ده يا صاحبي يا صاحب الغباء يا صاحب الغباء ده في يا صاحبي. ايه ده نفسك يا عم هلوشه يا عم فوق. خلاص يا صاحبي خلاص يا صاحبي والله ايه الغباء ده يا صاحبي؟ هتقطع القميص يا صاحبي. بالله انت شكلي نفوسه كده بهدلتني ايه يا عم؟ في حد بيصحي حد كده؟ خلاص والله خلاص والله بصور مقلب والله بصور مقلب والله يا صاحبي. لا يا عم مصلحة حالك يا عم والله بصور مقلب معاك. تعالى بس كده والله بصور معاك. انا اصلا هنا مش شغال هنا والله، اصلا انا استاذنت من صاحب المكان ان انا اصور مقلب. حتى بص شاور له بقى شاور له والله ما تزعل والله انا اسف من اللي حصل والله، بس انا استاذنت من صاحب المكان وهو سمح لي ان انا اصور مقلب هنا. يا عم سهل يا عم. ما تزعلش بقى من اللي حصل، لو في اي مشكله في اللي حصل ده غير كل اللي حصل. لا يا عم سهل حبيبي يا اخي. شوف بقى انت عايز انا خلاص كده يا اخواتي خلصنا فيديو النهارده. عندك اي فكره تكتبها لنا تحت في الكومنتات واحنا نقدمها لك الفيديو الجاي. يا ريت تقول لي رايك الفيديو الجاي يكون في كان في محلات او مقالب في الشارع او في السنترار ايا كان الفكره ايه تنزل تطبقها لك الفيديو الجاي. من غير حوارات كتير نشوفكم الفيديو الجاي. سلام. كريكي يا بيبي.